السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي كيفاش بلان تيفي، عدت إليكم من جديد مع آخر مستجدات الكرة الوطنية والعالمية، وجاء في أبرزها إعلان الناخب الوطني وليد الركراكي عن القائمة النهائية للأسود الأطلس والتي ستخوض مسابقة الكان، وأيضا تحديد ملعب مباراة الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد. وفي واقعة غريبة تحصل لأول مرة استبعاد نجم منتخب غينيا من القائمة النهائية للكان بسبب قميص فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى رفض نجم إنتر ميلان كالهانوغلو الانتقال لصفوف الهلال، وتوقيع نادي باريس سان جيرمان مع لاعبان برازيليان، وبروسيا دورتموند يتحرك للاحتفاظ بنجم مونديال الناشئين. أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عن قائمة أسود الأطلس استعدادا للمشاركة في بطولة كأس إفريقيا بكوت ديفوار التي ستنطلق في شهر يناير المقبل، ويأتي على رأس قائمة المنتخب المغربي حكيم زياش وياسين بونو وأشرف حكيمي، فيما تم استبعاد عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة من القائمة النهائية. وشهدت القائمة أيضا تواجد محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز. وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى ياسين بونو، منير المحمدي والمهدي بن عبيد. وفي الدفاع أشرف حكيمي، محمد الشيبي، يحيى عطية الله، نصير مزراوي، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبد الحميد، شادي رياض، وعبد الكبير عبقار. وفي وسط الميدان سفيان آمرابط، أسامة العزوزي، أمير ريشاريسون، أمين حارث، بلال الخنوس، سليم أملاح، عز الدين أوناحي، واسماعيل الصباري. وفي الهجوم حكيم زياش، أمين عدلي، سفيان بوفال، عبد الصمد الزلزولي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، وطارق تيسوداري. وفي سياق مغاير نفت مصادر خاصة بالاتحاد المغربي لكرة القدم الشائعات التي تم الترويج لها مؤخرا بشأن مباراة الديربي بين الرجاء والوداد ضمن منافسة الجولة 14 من الدوري الاحترافي. وأكدت نفس المصادر أنه لم يتم تحديد بعد اسم ملعب المواجهة، ولكن مراكش وأكادير هما الخياران الوحيدان المتاحان للوداد، بوصفه المضيف بعد غلق ملعب محمد الخامس للإصلاح والصيانة ورفض سلطات الدار البيضاء استقبال المباراة. وأوضح المصدر أن الرابطة الاحترافية وبتنسيق مع الوداد وسلطات مراكش أو أكادير سيعلنون القرار قريبا، والمباراة لن تتأجل بل ستقام في موعدها مطلع العام المقبل، بعد أن يكون الوداد قد أنهى مؤجلاته مثل ما اشترط غارمه. وعكس ما كان متوقعا بارتفاع فرص ملعب مراكش الذي احتضن مؤخرا مباريات الوداد بدوري أبطال إفريقيا، نقلت تقارير عن عدم جاهزية الملعب مع احتمال نقلها لملعب أكادير، وهو ملعب سبق له أن استضاف الديربي البيضاوي بين الغريمين. وفي ثالث خبر، كشف تقرير صحفي إنجليزي عن استبعاد مولاي سيلا من قائمة منتخب غينيا قبل المشاركة في بطولة كأس الإفريقية المقبلة. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن سيلا دخل في مشاجرة مع زملائه والمدير الفني عقب الخسارة الودية ضد منتخب البرازيل في يونيو الماضي. وأضافت الصحيفة أن سيلا صاحب 25 عاما تبادل القمصان مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لكن القميص اختفى بشكل غامض في غرفة تبديل الملابس. وأشار التقرير إلى أن سيلا وجه أصابع الاتهام إلى زملائه في الفريق قبل أن يتهم المدير الفني للمنتخب كابا دياوارا بالسرقة، وأصر على إجراء تفتيش كامل لغرفة تبديل الملابس مما أدى إلى تفاقم الأزمة. وختمت الصحيفة بأن سيلا لم يتوجه بالاعتذار بعد ذلك للجميع، ودفع الثمن باهظا بالغياب عن بطولة إفريقيا التي ستنطلق الشهر المقبل بكوت ديفوار. فيما كشف تقرير صحفي إيطالي عن تفاصيل العرض الضخم الذي حصل عليه التركي هاكان كانالوغلو نجم وسط إنتر ميلان للرحيل إلى الدوري السعودي. وبحسب صحيفة لا غازيتا ديل سبورتس الإيطالية، فإن نادي الهلال السعودي قدم عرضا مغريا للتعاقد مع كالانوغلو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضافت أن الجانب السعودي قد قدم عرضا لمدة 4 مواسم للاعب صاحب 29 عاما على أن يحصل هاكان على 18 مليون يورو كراتب سنوي. وأوضحت الصحيفة أن النجم التركي غير مستعد لمغادرة إنتر في يناير المقبل، لافتة إلا أنها كان قد رفض بالفعل الانتقال للدوري السعودي في الصيف الماضي. ويشار إلا أنها كان لوغلو قد انضم لصفوف إنتر ميلان في صيف 2021 في صفقة مجانية بعد رحيله بنهاية عقده مع إي سي ميلان. ومنذ انضمامه لنيراتزوري
سجل هاكان 20 هدفا في 116 مباراة، بينما وقع على تمديد عقده في يوليوز الماضي، ينتهي عقده الحالي في صيف 2027. وفي سياق مغاير، أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إجراءاته لتعزيز صفوف الفريق بصفقتين جديدتين خلال فترة الانتقالات الشتوية أوائل العام الجديد 2024. وأكدت صحيفة لو باريزيان أن النجمين البرازيليين غابرييل موسكاردو ولوكاس بيرالدو تحركا بالطائرة من البرازيل اليوم الخميس، وأشارت إلى أن موسكاردو وبيرالدو بصدد الوصول إلى العاصمة الفرنسية فجر الجمعة للخضوع للكشف الطبي تمهيدا للتوقيع على العقود. وأضافت أن هذه الخطوة ستتزامن مع عودة الفريق الباريزي لاستئناف التدريبات غدا الجمعة بعد انتهاء إجازة الاحتفال بالكريسماس. وذكرت أنه من المتوقع أن ينتظم الثنائي البرازيلي في تدريبات الفريق الباريسي أوائل الأسبوع المقبل. وكانت تقارير صحفية أكدت أن موسكاردو وبيرالدو سيوقعان على عقدين مدتهما 5 مواسم، وسيكلف موسكاردو خزينة النادي الباريسي 20 مليون يورو لناديه كورينتيانز، إضافة إلى 2 مليون يورو كحافز، بينما سينضم بيرالدو من نادي ساو باولو مقابل 20 مليون يورو. وفي آخر الأخبار، يستعد نادي بروسيا دورتموند الألماني لتقديم عقد احترافي لباريس بيرنر الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما. ونال بيرنر جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بأندونيسيا في نوفمبر الماضي، بعدما ساهم في فوز منتخب ألمانيا باللقب للمرة الأولى. وقال لارس ريكن رئيس قطاع تطوير الناشئين بدورتموند لصحيفة رور اليوم الخميس أنه لم يعد يتحدث عن عقد تطويري لباريس، وأنه لديه خطة واضحة له، ولقد ناقش الأمر معه ومع عائلته، ومن الواضح أن موهبته ستجعله لاعبا محترفا. ومن المتوقع أن يتلقى بيرنر أول عقد احترافي في ذكرى يوم ميلاده 18 والذي يوافق 15 فبراير المقبل، علما بأنه تواجد مع الفريق الأول لبروسيا دورتموند بالفعل بعد التتويج بمونديال الناشئين. وأشاد ريكن بصمود بيرنر في مواجهة الالتحامات القوية من المنافسين نظرا لمهاراته الفائقة. وأوضح ريكن أنه من خلال الطريقة التي تطور بها خلال الأشهر القليلة الماضية سيكون قادرا على التعامل معها بشكل جيد. كما أثنى على أسلوب بيرنر بعد العودة من كأس العالم مطلع الشهر الجاري، بعد أن فرض عليه دورتموند عقوبة انضباطية قبل البطولة، لكن الأمور عادت لطبيعتها بين الطرفين. وختم ريكن أنه كان من المهم بالنسبة له تصفية الأمور قبل كأس العالم، ولم يرغب الفريق في حرمانه من ذلك. خير الكلام ما قل ودل. وإلى هنا متابعي الأعزاء تنتهي حلقتنا. نتمنى تخليوا لي تعليقاتكم، آراءكم وانتقاداتكم، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أراكم في فيديو جديد، دمتم سالمين.